اهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. النهارده هجاوب على سؤال بيقلق كل ام وكل اب. يا دكتور ابني مش بياكل، اعمل ايه؟ او انا حاسه ان بنتي مش بتشبع خالص. في الحلقه دي هنعرف ازاي اعرف ان ابني او بنتي بياكلوا كفايه، امتى فعلا ابتدي اقلق، وايه الحلول اللي نقدر نبدا بيها من البيت. مبدئيا، هل فعلا في حاجة اسمها طفل بياكل قليل؟ الحقيقة المهمة واللي لازم كلنا نعرفها هو ان مش كل طفل لازم ياكل نفس الكمية زي الطفل التاني، والحقيقة التانية ان الطفل ده ما هوش نسخة صغيرة من الشخص الكبير، وانما شهيته مرتبطة بمرحلة نموه. يعني مثلا الطفل اللي قبل سن سنة الرضاعة هي المصدر الأساسي للطفل ده بالنسبة للسعرات، وبالتالي قلة الأكل الصلب في هذه المرحلة مش دايما حاجة مقلقة. يعني بعد سن سنة بيبتدي الأكل يكون هو الأساسي والرضاعة بتقل، فهنا نبتدي نهتم أكتر بالوجبات وبتنوعها. طيب يا دكتور، احنا عرفنا إن كل طفل كمية الأكل اللي بياكلها مرتبطة بمرحلة نموه، هل في علامات تقول لي إن بنتي أو ابني بياكلوا كفاية؟ الإجابة أيوة طبعا. لو بنتك أو ابنك عندهم العلامات اللي جاية دي فغالبا ده معناه إن هما بياكلوا كفاية. لو الطفل وزنه وطوله بيزيدوا بشكل طبيعي ده علامة كويسة. لو الطفل نشيط وبيتحرك وبيضحك ده علامة كويسة. لو الطفل بيعمل حمام بانتظام دي علامة كويسة، وممكن الناس ترجع لحلقة الإمساك تشوف الموضوع ده بالتفصيل. لو بنتي أو ابني شعرهم وبشرتهم كويسين. لو الطفل ما بيشتكيش من دوخة أو من تعب مستمر. هنا في تنويه مهم جدا ان في السنة الاولى من عمر الطفل المتابعة المنتظمة مع طبيب الاطفال بتاعك هي اللي هتطمنك ان الطفل نموه سليم، حتى لو بنتك او ابنك مش بياكلوا كميات كبيرة من الاكل الصلب. طيب يا دكتور، انت قلت لنا على العلامات اللي تطمنا، ايه بقى العلامات اللي تخلينا نقلق؟ لو بنتك او ابنك وزنهم مش بيزيد او بينقص دي علامه خطيره جدا. لو في فقدان شهيه واضح ومستمر ومعهوش تعب، يعني مش مع دور برد مثلا او دور التهاب في الصدر. لو الطفل ابتدى يرفض الاكل رفض تام حتى الحاجات اللي بيحبها. لو الطفل عنده خمول، قله حركه او تعب متكرر. لو الطفل ابتدى يظهر عليه علامات زي الشحوب او الدوخه او النهجان، ده ممكن يكون علامه من علامات الانيميا، وممكن ترجعوا لحلقه الانيميا تشوفوا الموضوع ده بالتفصيل. هنا برضو زي ما احنا متعودين عايز احط تنبيه مهم جدا عن الاطفال الرضع، ان الطفل اللي اقل من سنه وزنه مش بيزيد او مش بيتابع منحنى النمو بتاعه ده لازم يتشاف فورا. طب يا دكتور، انا بنتي او ابني ما عندهمش شهية، هل في اسباب فعلا للموضوع ده؟ ايوه طبعا، في مجموعة كبيرة جدا من الاسباب، وعشان اسهلها عليكم خلينا نقسمها لنوعين. نوع هو الاسباب العضوية او الاسباب الجسمانية، ونوع تاني وهو الاسباب التربوية والسلوكية. الاسباب العضوية اشهرها الانيميا او نقص الحديد، الديدان او المشاكل في الجهاز الهضمي، الالتهابات المزمنة واشهرها التهاب البول. علشان كده لو بنتي بالذات البنات او ابني عندهم فقدان شهية، مهم جدا جدا ان طبيب الاطفال يطلب تحليل البول، لان ممكن يكون ده هو العرض الوحيد لالتهاب البول عند البنات او عند الاطفال عموما، هو فقدان الشهية. نيجي بقى للاسباب السلوكية والاسباب التربوية. من اشهر الاسباب في الاطفال وهو الملل من نفس نوع الاكل، او لو الطفل بياخد حلويات او عصاير قبل الوجبة الاساسية. وما تزعلوش مني، واحد من الاسباب هو الضغط الزايد من الاهل، يلا كل، خلص الطبق. وبرضه في نفس الوقت عدم وجود نظام او روتين للوجبات، ده برضه شيء مش حلو. هنا برضه عايز اقول ان فرق السن مهم. يعني قبل سن سنة الشهية بتبقى مرتبطة بالراحة والتسنين والرضاعة. بعد سن سنة التكرار والملل او الضغط من الاسرة بيفرقوا جدا. طب هل في نصايح يا دكتور ممكن تقول لنا عليها تزود شهية بنتي او ابني؟ اولا، خلي شكل الاكل جذاب او ملون. ممكن بدل ما نقدم وجبات كبيرة نقدم وجبات صغيرة على فترات. نشارك الطفل الأكل، الطفل عموما كائن بيحب يقلد. نحاول بقدر الإمكان نقلل العصاير والحلويات بين الوجبات. نسيبه يختار بين خيارين فالطفل يحس شوية بالتحكم. طيب سؤال بتسأله على طول الوقت، أدي بنتي أو ابني فاتح للشهية؟
خليني اقول لكم معلومة طبية واضحة وصريحة. معظم أدوية فواتح الشهية الموجودة في السوق لم يثبت فاعليتها علميا في الأطفال الأصحاء. بعض الأدوية منهم ممكن تزود الشهية بشكل مؤقت، ولكنها لا تعالج السبب الحقيقي لفقدان الشهية. يعني لو في فقدان شهية لازم الأول نستبعد الأسباب العضوية، وبعدها الأسباب التربوية أو السلوكية اللي قلنا عليها، وبعدها نروح للتغذية السليمة والتشجيع الإيجابي. هم دول المفتاح مش الدواء. عايز كمان اقول ان في بعض من هذه الادويه استخدامها ما كانش اصلا فاتح للشهيه، وكانت ادويه بتستخدم في بعض الاضطرابات العصبيه، ولما ظهر من اعراضها الجانبيه زياده الشهيه للاسف ابتدت بعض الشركات تروج ليها على انها فواتح للشهيه، فممكن تسبب اضطراب المزاج عند الطفل او النعاس. من الاخر كده احنا بنلجأ للدواء فقط لو في سبب طبي واضح والطبيب هو اللي يقرر. لو ابنكم او بنتكم مش بياكلوا زي ما انتم متخيلين، ده مش معناه انهم مرضى. نتابع نموهم ونتابع نشاطهم ونشوف لو ظهر عليهم حاجه من العلامات اللي احنا اتكلمنا عليها، وساعتها الطبيب هو اللي يحدد هل في فحوصات او ادويه محتاجينها ولا لا. ولازم نتعلم ازاي نتقبل مراحل الشهيه المتغيره. لو الحلقه دي فادتكم شاركوها مع حد قلقان على شهيه ابنهم او بنتهم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه ابنكم او بنتكم بيرفضوا ياكلوها. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان تتابعوا كل حاجه تهم صحه اولادكم. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.